في الدائرة القطبية كان طيار بيحفر في التلج كأنه بيحاول يرسم حاجة، على زيه مكتوب بس اسم العيلة بتاعه أوفرجارد، ويبان إنه الوحيد اللي نجا من الحادث. بعد ما خلص الحفر اتضح إنه كان بيشكل كلمة اس أو اس، بمعنى إنه تايه في وسط القطب الشمالي وبيطلب إنقاذ. شكله اضطر يهبط بالطائرة، ونتيجة للارتطام المحرك والأجنحة اتدمروا. بقاله أيام وسط التلج بيحاول بأقصى جهده إنه يفضل عايش في الظروف القاسية دي لحد ما تيجي النجدة. علشان يقدر ياكل عمل نظام صيد بسيط، حفر فيه 3 فتحات في بحيرة متجمدة، وربط فيها الطعم بعصيان، وده اللي بيساعده إنه يصطاد السمك يوميا ويخزن جزء منه في صندوق تبريد. بعد أكلة تانية جمع أدواته وطلع فوق جبل علشان يشوف المنطقة حوالينه، يمكن يلاحظ طيارة بحث أو هليكوبتر. بمرور الأيام رسم خريطة لمكانه وفضل يبعت إشارات استغاثة عبر جهاز الإنذار بتاعه اللي بيشتغل لما يديره بيديه، وبيعطي ضوء أحمر لما الإشارة بتتبعت، ولو حد استجاب ينور الضوء الأخضر. من وقت الحادث فضل أوفرجارد ساعات يشغل الجهاز، لكن لحد دلوقتي محدش رد على استغاثته. مع حلول الليل البرد بيبقى شديد جدا، بيجبر الطيار يرجع للطائرة علشان يستعيد طاقته ويكمل صراعه للبقاء. الصبح يبدأ يحفر رسالة اس أو اس تاني، لكن قبلها بيزور كومة حجارة جنب تلة، ويبان إنه بيودع حد هناك، كأن الحجارة دي قبر لواحد من أفراد الطاقم اللي ممكن يكون فقد حياته في الحادث. بعد ما بيودي احترامه يرجع للحفر علشان يوضح الحروف أكتر، أملا إنه حد يشوفها من فوق لو كان طاير في المنطقة. وأخيرا بيشوف لو اصطاد أي سمك جديد، لكنه يلاحظ إن كل الطعم فاضي. جنب إحدى الفتحات يلاقي أثر كف كبير، شكله يعود لحيوان مفترس في التلج. هل ممكن يكون دب قطبي؟ الطيار يجري بسرعة راجعا للطائرة ويقفل على نفسه فيها لحد ما يتأكد إن الوضع آمن. بعد ما حس إنه مش في خطر طلع الجبل مرة تانية وشغل جهاز الإنذار، منتظر الضوء الأخضر اللي يدل على استجابة، لكن للأسف النتيجة فضلت زي ما هي. فقرر يراقب المنطقة. زي ما كان متوقع ظهر دب قطبي ضخم من بعيد، بيتحرك بحذر باحثا عن طعام. من غير اختيارات تانية اضطر الطيار يرجع للطائرة وينام، على أمل إن بكرة يكون في تغيير. لكن تاني يوم لسه مفيش إنقاذ، ومخزون السمك بدأ يخلص تدريجيا. ما كان قدامه غير إنه يفضل يحاول يرسل إشارات استغاثة، وبعد ساعات من المحاولات كان تقريبا فقد الأمل. لكن فجأة أضاء الجهاز باللون الأخضر مشيرا إلى إن الإشارة اتلقطت. الطيار أسرع علشان يشوف مصدر الرد، ولما بص في الأفق لقى هليكوبتر بيتحلق في المنطقة. بسرعة جري نحو الطائرة وأطلق شعلة دخان علشان يعرفوا مكانه. وبالفعل الطيارة لاحظت الناجي واستعدت للهبوط، لكن العاصفة القوية خلتها تفقد السيطرة، واضطر الطيار إنه ينحرف بعيدة. الأمور زادت سوءا، والهليكوبتر فقدت استقرارها أكتر وأكتر، لحد ما اضطر الطيار يعمل هبوط اضطراري، وارتطمت الطائرة بكل شيء في التلج. بعد الحادث جري أوفرجارد للموقع، ولما دخل الهليكوبتر لقى الطيار بالفعل فقد حياته بسبب الإصابات الناتجة عن الارتطام. لكنه لقى فرد طائم تاني لسه عايش، لكنه مصاب بجرح خطير في بطنه. من غير تردد أخد أوفرجارد صندوق الإسعافات الأولية من الطيارة، واستخدم دباسة لتضميد الجرح، ونجح في إيقاف النزيف. لكن العاصفة كانت بتزداد سوءا، والطريق للطائرة بقى مستحيل. ما كان عندهم حل غير إنهم يرتاحوا جوه الهليكوبتر لحد ما العاصفة تهدأ. بعد ساعات رجعت الأجواء لطبيعتها، وأوفرجارد تأكد إن الناجي بخير، وبدأ يفتش الطيارة عن أي أدوات مفيدة. وسط الحاجات اللي لقاها كان في فأس للتسلق على الجليد، وحاجات زي أكواب نودلز سريعة التحضير. بعد أيام من أكل السمك بس، الطيار ما ضاعتش وقت، وحاول يسخن شوية مياه للأكل، لكن في الآخر اضطر ياكل النودلز زي ما هي. ومع ذلك ما كانش عنده وقت يضيعه أكتر. لازم أوفرجارد يرجع للطائرة قبل ما تقوم عاصفة جديدة، لكنه مصمم إنه ينقذ فرد الطاقم المصاب. بعد ما جمع كل المعدات اللي يقدر عليها كتب رسالة على الهليكوبتر بتقول إن في ناجيين اتحركوا ناحية الوادي اللي وقع فيه حادث الطائرة، على أمل إن حد يشوفها ويجي ينقذهم. بعدها بدأ أوفرجارد يمشي راجعا للطائرة وهو شايل الناجية معاه. ولما وصل سألها عن اسمها، لكنها ما فهمتش لغته كويس، وكل اللي قالته كان كلمة الطيار، كأنها بتحاول تعرف منه إيه اللي حصل لزميلها اللي كان في الهليكوبتر.
أوفرجارد وضح لها إن الطيار منجاش وطلب منها تنتظره في الطائرة لأنه رايح يعمل تفتيش إضافي في موقع الحادث. بعد ما نامت المرأة رجع أوفرجارد لمكان التحطم، ولما وصل لقى جسد رفيقها مدفون في التلج بالكامل زي ما عمل قبل كده. دفنه في التلج وحط فوقه أحجار كنوع من الاحترام. وهو بيفتش داخل الهليكوبتر لقى خريطة وولاعة بالإضافة لخزان صغير من الغاز وقعدة اللي بيشكلوا موقد محمول بسيط. في نفس الوقت شاف صورة حسسته بشعور قوي فاحتفظ بيها في جاكيته. لما كمل تفتيش لحسن حظه لقى زلاجة في قسم الأمتعة فاستغلها علشان يحمل باقي المعدات ويرجع بيها للطائرة. لما وصل حط الصورة اللي لقاها جنب الناجية، واتضح إن الصورة دي كانت صورة عائلية بتكشف إن المرأة والطيار كانوا متجوزين وعندهم طفل صغير، لكنها فضلت نايمة. فبدأ أوفرجارد ينظف جرحها بالأدوية وشغل الموقد المحمول علشان يتدفى، وبص على الخريطة علشان يفهم أكتر عن المنطقة اللي وصلوا ليها. وهو بيرسم علامات بالقلم لاحظ إن الرياح بدأت تقوى، فخرج يتأكد لو قدر يصطاد سمك جديد. بس لما شد الحبل فرح جدا لأنه قدر يصطاد سمكة كبيرة تكفي الاتنين الناجين. بعدها بدأ يحضر حساء باستخدام لحم السمك ونودلز سريعة التحضير. رغم إن الأكلة مش مثالية لكنها كانت وجبة كفاية علشان تساعدهم يعدوا يوم تاني وسط القطب المتجمد. بمجرد ما الحساء كان جاهز أوفرجارد صحى الفتاة علشان تاكل وتستعيد طاقتها، لكن حزنها على فقدان زوجها خلى شهية الأكل معدومة عندها وكأنها فقدت كل قوتها. مع ذلك أصر أوفرجارد إنها تأكل وطمنها إن الأمور هتكون بخير. مرت أيام وأوفرجارد استمر في إرسال إشارات استغاثة، لكن زي كل مرة مفيش رد. بدأ يفكر في طريقة ينقذ بيها الفتاة اللي حالتها بقت أسوأ، بتكح طول الليل بدون توقف. في الصباح لاحظها أكتر وفجأة مدت إيدها ومسكت إيده كأنها بتشكره على كل اللي عمله، وده خلاه أكتر تصميما إنه يلاقي مخرج ليهم. بدأ يراجع الخريطة تاني واكتشف إن الرحلة لأقرب قرية هتاخد أيام، لكن في طريق مختصر بين الجبال ممكن يساعدهم يوصلوا أسرع. قرر إنه يغامر في وسط القطب المتجمد، فجهز حبال وطعم إضافي علشان يصطاد ويخزن أكبر كمية ممكنة. بعد كده جمع كل المعدات في الزلاجة وحط الفتاة اللي كانت لسه نايمة في كيس نوم علشان يحميها من البرد، وكتب رسالة أخيرة على الطائرة بيقول فيها إنهم متجهين للجنوب بحثا عن القرية وبحاجة للمساعدة. أخيرا ربط حبل بالزلاجة وشاله على كتفه وبدأ في سحبها ناحية الصحراء الجليدية الضخمة. لكن لما دقق النظر في الخريطة اكتشف أن الطريق الصحيح كان في اتجاه الشمال، فاضطر يرجع للطائرة يعدل الرسالة ويتجه شمالا يشق طريقه وسط التلج الكثيف. بعد مسافة طويلة نظر للخريطة من جديد ولقى أنه لسه بعيد عن وجهته، لكنه رفض يستسلم وقدم للفتاة شوية مياه علشان تشرب. مرت ساعات وأكملوا جزء تاني من الرحلة، لكن الليل كان بيقترب. فبدأ أوفرجارد يحفر في التلج علشان يجهز كهف صغير يقدروا يرتاحوا فيه. استمر في إطعام الفتاة وإعطائها المياه، ولما ناموا كان كل اللي بيأملوا فيه هو إن الدببة القطبية تفضل بعيدة عن منطقتهم. طلع الفجر من جديد، فبدأ أوفرجارد يجهز نفسه يرتدي ملابس أكتر ويضع قناع لمواجهة البرد القارس. مع اقتراب عاصفة قوية جديدة يواصل أوفرجارد رحلته، وخلال الطريق يلمح قطعة معدات مغطاة بالتلج فيأمل إنها تخص ناج آخر. لكنه لما قرب أكتر اكتشف إنها كانت معداته اللي سابها من أيام لما حاول يعبر القطب لوحده. داخل صندوق هناك لقى بطاقة الهوية القديمة بتاعته، واللي وضحت إنه كان جزءا من AA، وهي جمعية للطائرات التجريبية، حيث بيقوم الأعضاء ببناء واستعادة وتسيير أنواع مختلفة من الطائرات. يبدو إن أوفرجارد انطلق في واحدة من الطائرات التجريبية، لكنها ما قدرتش تصمد أمام ظروف الطقس القاسية فتعرضت للسقوط. لكن مفيش وقت للندم، فواصل الطيار سيره وهو بيأمل إنه يوصل لهدفه بأسرع ما يمكن. استمر في المشي لحد ما وصل إلى جبل ضخم ما كانش موجود على الخريطة. رغم العائق ده استخدم الفأس اللي أخدها من الهليكوبتر وبدأ يتسلق الجبل لحد ما قدر يوصل لطريق مستو على الجهة التانية. بعدها سحب المعدات بالحبال وحاول يعمل نفس الشيء مع الناجية اللي كان معاها الزلاجة، لكن الموضوع طلع أصعب مما توقع، وكل ما حاول يسحب كان الوزن تقيل جدا عليه. وفي لحظة الحبل انزلق من إيده وبدأت الزلاجة في السقوط.
آخر محاولة ليه كانت إنه يسحبها بأقصى قوته، لكنها انزلقت للأسفل وما قدرش يرفعها للقمة، فاضطر يسيب الطريق ده ويدور حول الجبل، ماخدا طريقا أطول. وصل الرحلة، لكنه اضطر يتوقف علشان يرتاح وياكل حاجة. لقى كهف تحت الصخور، ومدخله كان مغطى بالتلج، لكنه استخدم أدواته علشان يحفر ويفتح الطريق. جوه الكهف استخدم خزان الغاز لطهي السمك اللي تبقى معاه، وحاول يطعم الفتاة رغم حالتها الضعيفة. مع اقتراب الليل مفيش غير إنهم يحاولوا يناموا، لكن فجأة سمع أوفرجارد صوت شيء بيتحرك. ركز في الصوت، وفجأة سمع زئير حيوان بري يتبعه صوت أنفاس ثقيلة. بحذر شديد بدأ يتصرف. الطيار وقف بسرعة، مسك الفأس مستعد للأسوأ. ثواني مرت ورجع الصمت يسيطر على المكان، فافتكر أوفرجارد إن الحيوان استسلم وراح لحاله. لكن لسوء حظه الفتاة بدأت تكح على الفور، وده جذب انتباه الدب القطبي الضخم اللي بدأ يزأر بغضب. الحيوان حاول يقتحم الكهف، لكن الفتحة كانت صغيرة جدا عليه، ومع ذلك أصر على الدخول يحاول إزالة التلج بمخالبه ودس رأسه من الفتحة. علشان يمنعه من الاقتراب بدأ أوفرجارد يصرخ وأشعل شعلة إنذار يحركها في الهواء علشان يخوفه. الخطة نجحت، والدب تراجع، هرب بعيدا وترك الناجين بسلام داخل الكهف. ورغم شجاعته، بمجرد ما اختفى الحيوان وقع أوفرجارد على الأرض منهكا ومرعوبا، يحاول يقنع نفسه إن كل حاجة هتكون بخير. مرت ليلة جديدة، وخرج الطيار من الكهف يتأكد من الوضع، ولحسن الحظ مفيش أثر للدب القطبي في أي مكان. لكن المكان مش آمن، ولو رجع الدب ممكن ما يكونوش محظوظين زي الليلة اللي فاتت. فمع الفتاة مستلقية فوق الزلاجة، واصل أوفرجارد سحبها متحركا لأمتار إضافية وسط طريق يبان وكأنه بلا نهاية. لكن الأمور ازدادت سوءا، وبدأت عاصفة ثلجية كثيفة تغطي المنطقة، فبقت رؤية الطيار محدودة واضطر يتوقف. المشكلة إنه المرة دي مفيش كهف قريب يقدر يحتمي فيه، ولو استمر في المشي ده بس هيزيد من إرهاقه. الحل الوحيد كان إنه يدخل كيس النوم مع الفتاة ويشاركها المساحة الضيقة علشان يحافظوا على الدفء. وسط الحالة اليائسة دي مرت الساعات ببطء شديد، لحد ما أخيرا رجع كل شيء لطبيعته، وكان الناجين الاتنين مغطين بالثلج. خرج أوفرجارد من كيس النوم وبسرعة راح يتأكد من معداته، يشوف لو تأثرت بالعاصفة. بين الحاجات اللي لقاها كانت هناك زجاجة المياه بتاعته، لكنها كانت متجمدة بالكامل. الحل الوحيد كان إنه يستخدم حرارة جسمه لإذابة التلج، فحط الزجاجة داخل جاكيته. بعدها جهز الزلاجة لرحلة جديدة وطويلة، لحد ما وصل لطريق مليان ثلج ناعم جدا خلى الحركة فيه صعبة. التعب زاد واضطر يتوقف مرة تانية. قرب تلة صخرية، وأول حاجة عملها كانت إنه أشعل نار علشان يتدفوا. أوفرجارد طلب من الناجية تضغط على إيديه علشان يولدوا دفء بينهم ويحافظوا على تدفق الدم، لكن الفتاة كانت فاقدة للوعي، بتتنفس بصعوبة، وده كان مؤشر إن حالتها بتزداد سوءا. لما راح يفحص الجرح بتاعها اكتشف إنه بقى أكثر التهابا مع مرور الأيام، وكمان شاف دم خارج من فمها، فبدأ يخاف إنها مش هتقدر تصمت كتير. رغم تردده قرر أوفرجارد يسيبها ويكمل الرحلة لوحده، لأنه أدرك إنهم مش هيقدروا ينجوا سويا في الظروف دي. أخد معداته فقط وبدأ يتبع الطريق لحد ما لمح صخرة مغطاة بالزهور وسط التلج. اندهش جدا من المشهد، لكنه لما حاول يقترب أكتر الأرض انهارت تحته وسقط في حفرة. بعد دقائق صحي الطيار ولقى رجله اليمنى محشورة في صخرة. رغم البرودة الشديدة بذل كل جهده علشان يحررها، لكن المحاولات كانت بلا جدوى وما قدرش يتحرك. في اللحظة دي كان باين إن مصيره هينتهي وحيدا وسط القطب، لكنه رفض يستسلم واستخدم آخر ما تبقى عنده من قوة علشان يتحرر. رغم الألم المبرح اللي كان بيحس بيه استمر في شد نفسه بكل قوته لحد ما نجح أخيرا في تحرير رجله من التلج، لكنه بقى مصاب بشدة. اضطر يزحف وسط الصخور والتلج، لكنه في النهاية لقى مخرج من الكهف. رغم إنه حل المشكلة دي الألم من الإصابة زاد الوضع صعوبة. بالكاد كان قادر يقف على رجليه. رجع للمكان اللي ساب فيه الفتاة وأخذ الصورة العائلية علشان يسلمها لابنها لو قدر يوصله. لكن المفاجأة كانت إنها كانت لسه عايشة. بدأت تتكلم وظهرت عليها علامات تحسن بسيط. أوفرجارد شعر بندم شديد على إنه فكر يتركها، وانهار بالبكاء قدامها يعتذر عن اللي كان على وشك يعمله. في النهاية وعدها إن الأمور هتبقى بخير، وسحب الزلاجة
مصرا على استكمال الرحلة رغم حالته الصعبة. قبل ما يكمل بص أوفرجارد على الجرح ولقاه أخطر مما توقع. من غير أي أدوات لمعالجته ارتجل واستخدم التلج علشان يخفف النزيف وغطاه بقطعة قماش. ورغم الألم والإرهاق وصل سحب الزلاجة متجاهلا كل التعب علشان يكمل المشوار. في مرحلة معينة أعطى للفتاة آخر قطرات من المياه اللي عنده، وبعدها ملأ الزجاجة بالثلج وابتلع شوية منه علشان يخفف العطش القاسي اللي كان حاسه. بعد كده راجع الخريطة واكتشف إن المسافة اللي باقيه لوجهتهم ما زالت طويلة جدا. التعب بدأ يسيطر على جسمه أكتر وبقت الأمور من سيء لأسوأ. لما وصل لجزء مرتفع من الطريق حاول يتسلق باستخدام قضيب حديدي كعصا مشي، لكن إصابة رجله كانت بتصعب عليه الحركة. اضطر يتوقف وراح يتأكد من جهاز الاستغاثة، لكنه كان تالف بسبب العاصفة. من غير أي وسيلة طلب مساعدة، زحف أوفرجارد لقمة التلة علشان يشوف لو كان في أي حد قريب. ولما وصل لمح هليكوبتر هبطت على مسافة مش بعيدة. من غير أي تفكير رجع للزلاجة، دفعها بكل طاقته اللي باقيه، ولما وصل للقمة بدأ يصرخ طلبا للمساعدة. لكن صوته كان ضعيف جدا، بالكاد قادر يتكلم. فكل اللي يقدر يعمله هو إشعال آخر شعلة إنذار عنده ويحرك ذراعيه بأمل إن حد يشوفه. لكن فريق الهليكوبتر ما انتبهش ليه. فحاول آخر محاولة يائسة، أشعل الشعلة وحطها داخل جاكيته وبدأ يلوح بيها باستخدام عصا في الهواء. لكن للأسف ولا حاجة نجحت، والفريق بدأ الإقلاع بعيدا. وفجأة اختفت كل فرص النجاة. يأس شديد سيطر عليه، فرفع النجية يائسا إنه حد يشوفهم، يتمنى فقط إنهم ينقذوها. لكن الطائرة كانت ابتعدت وبدأ إن الأمل انتهى تماما. رغم كده وضع الفتاة على الزلاجة ووعدها إنه مش هيسيبها لوحدها. وهم مستلقين على التلج قال لها وكأنه بيطمن نفسه كمان إن كل حاجة هتكون بخير قبل ما يستسلم للإرهاق ويغرق في النوم. لكن بينما فقدوا الوعي بدأت رياح قوية تحرك كل شيء حواليهم. وفجأة نفس الهليكوبتر رجعت وهبطت أمامهم مباشرة. كان ده دليل إنهم أخيرا اتنقذوا. رغم كل العوائق قدر أوفرجارد يتجاوز حدود التحمل الجسدي والذهني، مش بس علشان ينجو لكن علشان هدف أعظم: حماية شخص آخر.